أهلا بحضراتكم. النهاردة هنقدم لحضراتكم فيديو ممكن يكون فيه معلومات مهمة، فأتمنى أنكم تتابعوا الفيديو ده للنهاية. في حضراتكم موضوع على الساحة منتشر بقاله فترة ليست بعيدة. هو موضوع واحد اسمه جيفري إبستين. جيفري إبستين ده حضراتكم ده كان عنده جزيرة وكان بيقيم حفلات غريبة الشكل. اتقبض عليه ودخل السجن في 2019، وقيل ان هو انتحر في السجن بعد ان الحارسين بتوع انهم ناموا والكاميرات عطلت، ولك ان تتخيل ده اللي قيل. وفجأة وزارة العدل الأمريكية ابتدت تنشر كم من الوثائق الكثير جدا، لدرجة ان الوثائق تجاوز عددها بالملايين. قيل إنها أكثر من 3 مليون وثيقة. الحفلات دي حضراتكم كانت بتضم أو فيها حاجات بتحصل يشيب لها الولدان. وعلى الهامش حضراتكم لو تفتكروا إن كان عندنا في مصر في فترة 1900 لحد 1926 كان في أحداث حصلت كده. يعني المهمة اللي بيقوم بيها جبر إبستين كان بيقوم بيها واحد في مصر في حوالي من 1900 ل 1926. بتاع مصر ده حضراتكم كان واحد اسمه إبراهيم الغربي، جاء من أحد قرى أسوان وراح القاهرة، وكان بيتاجر في الدقيق ولقب بإمبراطور والعياذ بالله. كان مخنث وكان عنده بيوت للبغاء بكمية كبيرة في بولاق وباب الشعرية والأزبكية والمناطق دي. اتسجن إبراهيم الغربي حضراتكم ده، ولقب بأنه إمبراطور الموضوع ده، ولقب كان يلبس ملابس نساء وكان بشع. حتى لما مات في السجن والعياذ بالله محدش حضر جنازته ومحدش صلى عليه نظرا لقذارته، لأنه كان بيدور الموضوع ده. لأنه بعد ما مات اكتشفوا إنه كان بيدير أكتر من 52 بيت للموضوع ده، لموضوع البغاء، بنات صغيرة وقاصرات، وموضوع في منتهى القذارة. وبعد كده بعد ما مات إبراهيم الغربي ده في السجن كملت المشوار واحدة اسمها عزيزة الملجدلة، تاريخ اسود بعيد عنكم. حتى صدر قانون سنة 1949 بإلغاء الموضوع ده. عمك جبري إبستين ده بقى حضراتكم كان عنده جزيرة، بيجيب البنات الصغيرات وبيعزم الناس اللي بتعمل حفلات. حاجات غريبة حضراتكم وقذرة وبشعة. وحضراتكم اللي بيتبع تاريخ جبري إبستين هلاقي إن هو في البداية كان مدرس رياضيات أو بيقوم بعمليات حسابية لبعض المشاهير. الوثائق دمت عدد كبير حضراتكم، رؤساء دول ونافذين، يعني المجموعة اللي بتقود العالم أو اللي بتتحكم في مصير العالم، اللي بتشوفهم حضراتكم على التلفزيون وعلى شاشات الفضائيات بدل وكرافتات وأشكال، ما هم إلا جماعة من النخاسين. وكان كبير النخاسين بتاعهم أو اللي بيوظف لهم الموضوع ده هو جيفري إبستين حضراتكم. لأن كمية المعلومات والهول الموجود في الوثائق دي حاجات تحط ايدك على خدك وتستغرب ان الناس دي بتعمل اعمال بشعة، جلب بنات قاصرات واطفال وحفلات غريبة الشكل وكل حاجة موثقة، فيليشات وسيديهات. حضراتكم ما افرجت عنه وزارة العدل الامريكية يمكن كم قليل من الحقيقة، اللي هي عاملة عفوا زي المجاري. شخصيات نافذة ايلون ماسك ومش عارف، شخصيات كبيرة جدا متورطة او لديها وثائق في الجزيرة اللي كان مشتريها جيفري إبستين، وكان بيقيم فيها حفلات والناس كانت بتروح هناك. وحضراتكم اللي بيتبع تاريخه بيلاقوا انه
كانت هناك مجموعة عمل لجلب القاصرات، وعلى مر تاريخه في قصر ليه بعض القصور في أمريكا، إن كان في فتيات صغيرة بتتردد عليه، وكان بيدفع تعويضات كبيرة لبعض القضايا. مات جيفري إبستين، لكن فضلت الوثائق. تم زي ما قلت حضراتكم إن قال إن هو انتحر في السجن. الجزيرة اللي كان بيعملها جيفري إبستين أو جزيرته دي، وكانت تسمى جزيرة إبستين، كانت تقام فيها حفلات حضراتكم. يمكن لو عرفتوا التفاصيل حاجات مرعبة ومقززة ومقرفة، وتخلي دماغك تشت. ربنا يحفظنا ويحافظ على أولادنا. ربنا ينجينا من العالم المرعب القذر ده. موضوع جيفري إبستين حضراتكم يمكن الكلام فيه يطول، لأن مش قادر حضراتكم مش هتقدروا تتصوروا كم الأشياء القذرة اللي كانت بتحصل على الجزيرة دي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وينجي أطفالنا، ويحافظ علينا ويحافظ عليكم ويحافظ على الأسر المصرية، ويحافظ على سلامة عقلنا من هول اللي بنشوفه. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.